أبونا مكاري معانا تاني على التليفون. أهلا بيك يا أتسابونا، نقبل الأيادي. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا أبي. نقبل الأيادي يا أتسابونا. أهلا يا دكتور. أهلا بيك يا أتسابونا. قدسك يعني قدامك متسع من الوقت، شاركنا بما في قلبك من جهة الأحداث ديت. احنا مش غرضنا ان احنا نعالج الأمور بس من بعد الأحداث والبعد السياسي، لكن قدسك شايف ان الشارع كله النهاردة محتقن جدا، واحنا عارفين انه كلمات النعمة والحكمة اللي نازلة على فم قدسك هتكون ضمادة، وهتكون كمان نوع من القيادة الروحية لكيف نرى هذه الأحداث من البعد السماوي الإلهي. الحقيقة اللي حاصل يعني فوق مستوى تفكير الناس العادية، لكن ما ننساش ان اللي حاصل كله واللي هيحصل بسماح من الله. اولا زي ما قلت امبارح في احدى القنوات، احنا بنشارك بقلوبنا ولادنا وبناتنا واحبائنا واهلنا اللي اصابهم هذا الشر الشيطاني، بنشاركهم بقلوبنا ونطلب تعزيات الروح القدس لكل العائلات المصابة. امين. وطبعا واثقين ان اللي انتقلوا على اسم الملك المسيح، شهداء ونالوا الحياة الأبدية وهم الآن في فردوس النعيم. لكن تعليقي على الكلام ده أقول ان لي تراكمات من ثقافة تأصلت في بلدنا. ونمرة 2 جايز تقاعس او تهاون من المسؤولين والحكومة بالنسبة للامور اللي تخص المسيحيين. يعني هضرب مثال، حصل احداث كثيرة جدا، لم يحدث مرة واحدة ان حكم على انسان بسنة سجن. وده طبعا يشجع اي انسان في الشارع ان يعمل ما بداله. الحاجة الثانية ان مطالبنا احنا وحقوقنا احنا لا ذكر ليها ولا صوت بيسمعنا، وكأن ملناش حاجة في البلد اطلاقا، لا حق هنا ولا هنا ولا هنا، لا وظيفة ولا حق بنى كنيسة ولا حتى حق الصلاة في مكان. يعني لما بيروحوا ناس في قرية او في اي مكان عايزين يصلوا في البيت، يجي الدنيا والشعب يقوم، طب فين الحكومة فين الامن؟ طب يا ابني ليه؟ دي ناس بتصلي. ولو سألنا عن سبب بتمنع الكنيسة ليه؟ مش هتلاقي سبب منطقي. احنا عايزين نبني كنيسة. المهم تراكمات كتير، لكن هقول ان احنا لينا اله لا يمكن يتخلى عننا او يتركنا. لينا اله ونثق ان كل الاشياء تعمل مع الخير. لكن عايز اقول لاولادنا وبناتنا نقابل الامور دي ازاي. انا بحذر من احنا نقابل الامور دي بعنف او نقابلها بتفكير جسدي او تصرفات بشريه. يعني هتيجي علينا فاحنا نقوم نعتذر، لا يبقى ربنا مش هيسمعنا. لو احنا رفعنا ايدينا ورفعنا سلاح الله هينزل ايده. لو اتكلمنا احنا الله هيسكت. فانا بقول لكل ولادنا وبناتنا، بقول للمسيحيين عموما، ان كنا عايزين نلجأ للرب وعايزين نغلب وننتصر ونهزم عدو الخير اللي هو الشيطان، يبقى نسيب ربنا يتصرف. والله بيقول لي النقمة انا اجازي يقول الرب. وبيقول للانسان لا تنتقم لنفسك
اتركوا مكانا للغضب. الغضب الالهي، الغضب الالهي. فاحنا نشكر ربنا ان احنا واقفين في يد الله، ولا يمكن شعره من رؤوسنا هتهلك الا بامره، وامرنا ومستقبلنا وحياتنا في يد ربنا. اما عن الاستشهاد وعن الموت فاحنا كلنا هنمشي وكلنا هنموت وهنمشي من الدنيا، وعالم مؤقت جدا، بل بالعكس اقول عالم كده كده. العالم له اصحابه، لكن احنا لينا عالم ثاني، لينا عالم ثاني. لا نخاف ولا نطلب شيء في العالم ونسيب ربنا هو اللي يحكم في القضيه. لينا قاضي عادل، ولينا محامي، ولينا سند، ولينا قوه، ولينا مدافع يضلل علينا ويحرسنا، اللي بيتم بسماح من الله، بسماح من الله. بشكرك جدا جدا يا ابونا. انا يمكن عايز اأكد على اللي قدسك قلته دلوقتي. في سفر اشعياء بيقول: يا ذاكري الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. معنى كده احنا لو سكتنا عن ان احنا نقدم نرفع شكوانا اليه، ومش مجرد الشكوى اللي من قلب مصاب بالعلة، لكن من قلب فعلا طالب ان ايدينا الله تتدخل، ايات ومعجزات وقلوب هتتغير بمعاملات الهية طبيعية وفوق طبيعية فائقة. انا ما بقولش ان احنا هنسكت، لا، مع ربنا هنجاهد في الصلاة، ومع أولي الأمر في العالم هنجاهد في قنوات قانونية، ما نسيبش حقنا إطلاقا. ويمكن التراكمات دي كانت بسبب سكوت الكنيسة وسكوت المسيحيين، وطبعا الشيطان له دور إن أصاب كثيرين بالجبانة. لكن أنا لما طالب بحقي في أدب، في قانونية، في احترام، ما فيهاش حاجة. لما أقول لفلان أنت بتبني جوامع في أي مكان، ليه حارمني من اني ابني كنيسه؟ لما اقول له فلان انت واخد المراكز كلها في الدنيا، ما تسيب لي مركز، سيب لي عماده كليه، سيب لي وزاره، سيب لي كذا، سيب لي كذا. لما اقول لاجل الشعب عدلوا هكذا، اللي اختاروهم او اللي انضموا لمجلس الشعب حاجه لا تذكر، لا تذكر. احنا فين؟ احنا فين؟ وانهي منطق يقول كده؟ انهي منطق؟ زي ما قلت قبل كده ان دستور البلد بيقول ان البلد اسلامي والعقيده والديانه اسلاميه، وكأن لا ذكر للمسيحيه في مصر، لا ذكر للمسيحيه. تيجي ازاي؟ تيجي ازاي؟ انهي منطق؟ انهي منطق؟ وبعدين نيجي نتكلم عن الديمقراطيه. انهي ديمقراطيه؟ انهي ديمقراطيه؟ وفين حقوقنا؟ وفين حياتنا احنا؟ فين حياتنا؟ انا مش بقول نسكت، لا، جانب هنتكلم مع ربنا، مش هنسكت. زي ما قلت حضرتك: يا ذاكري الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يصير مصر تسبيحه في الارض. مش بالكريم، يصير مصر تسبيحه في الارض. هندعي الرب ليل ونهار وهنصلي كلنا، لكن من ناحيه اخرى يا اولي الامر احنا لينا حق بندور عليه. امين. تكتب لي مثلا قانون نور العباد، بقاله سنين هذا عددها، تكتب لي عليه. سؤال: غيره وغيره وغيره غيره وغيره غيره. بنشكرك جدا جدا يا قدس ابونا، كلمات النعمة والحكمة النازلة على فم قدسك، وكلنا بنفتكر صحوة الصلاة واللي حصلت ودبت في قلب الكنيسة لما حصل موضوع نجا حمادي، وبنصلي بقيادة قدسك وقيادة قيادات الكنيسة كلها انه تقوم صحوة الصلاة من جديد في الكنيسة بأسهار وصلوات وأصوام، علشان خاطر فعلا تتزلزل السماء فتتزلزل الأرض بالتابع، وفعلا تصير مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض. عايز أقول لحضرتك
ان اماكن كتير قوي مقام فيها صلوات مستمره. امين. يعني لدرجه ان بعض عائلات النهارده بيكلموني هل ممكن نجتمع مع بعض كلنا ونرفع صلاه من اجل الامر ده؟ فالكل بيصلي، الكل رافع ايديه، والله شايف كل دمعه وكاتبها في سفر وحافظها في ذكره، دموعي في سفرك اما هي في ذكرك، حولي عني عينيك فانهما غلبتان. الرب شايف دموع عروسته، الرب شايف الدموع تمسه، الرب شايف الامين والسلام وشكائي الغالبيه ان لم يكن الكل حزانه. والجانب المفرح والمعزي ان جانب كبير من المسلمين الافاضل يشاركون مشاركه قلبيه رافضين تمام هذه الاساليب الشيطانيه اللي لا تمت الى دين ولا الى عقيده. يعني يمكن شفتوا وسمعتوا في المناظر المتصوره والاشلاء والجثث ما لقوش حتى معالم ليها كأنهي شريعه وانهي ادميه. فلا يمكن انسان بني ادم عاقل او عنده ذره من التعقل ممكن يعمل الكلام ده. بقياده الشيطان مباشره، بقياده الشيطان. هو الانسان الشيطان اللي حاقد على الانسان وبيدبر على بيجري لهلاك الانسان، هو اللي عامل كل الامور دي. لا يمكن اعتبر ان اللي عمل الامور دي بني ادمين، لا يمكن. دول اعوان الشيطان تماما. الشيطان اللي مكتوب عنه قتال منذ البدء، فدي امور شيطانيه. فاحنا في مواجهه مع الشيطان، لكن نشكر الله ان الله غلبنا، الله ادانا الغلبه وادانا النصره وادانا الوعد. قال اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. انما ننتظر من وراء الامور دي بركات كبيره، ننتظر عمل مجيد سيؤيد ويرتفع ويعلو اسم الملك المسيح بالايات التاليه والمعجزات. والله هينظر ويسمع ايات ومعجزات باسم الفتاه القديس يسوع. النتيجه احنا واثقين مقدما بنقول النتيجه للخير والنتيجه للبركه. نفوس كتير هتخلص، نفوس كتير هترجع للمسيح. هيبقى في نهضه يضم الرب كل يوم الى الكنيسه الذين يخبطون، ومن وراء الضيقه دي الرب سياتي بفرج عظيم. امين يا أستاذ بونا، امين. بنشترك مع كل كلمه أستاذ قلتها فعلا، ونقول امين امين ورا كل شيء فيها، عالمين انها مش مجرد امنيات، لكن هي ايمان قلوبنا الحقيقي بان ربنا من ورا كل دوت بيحرك كل الامور علشان خاطر يجهز ويجمل عروسه ويزينها بالايات التابعه، وايضا يعمل نوع من التنقيه. يعني كنت بقول في برنامج امبارح يا أستاذ بونا انه لا نستطيع ان احنا نعتمد على الامن او الامان القادم لا من حاكم ولا من وزير ولا من وعود، لكن كل واحد لازم يخرج كل يوم وهو شايل حياته ما بين ايديه، يكون في الاول مطمئن ان ليه علاقة وشركة مع شخص الرب يسوع المسيح، وهو ده الامان الحقيقي. لانه ما نعرفش ماذا يحدث النهاردة، ويمكن تكون داخلين على ضيق اكتر. فالامان الوحيد وصمام الامن الوحيد هو اني اطمئن من اليوم وانا قاعد قدام شاشة التلفزيون وانا قاعد يمكن مشغول باللي بيحصل، اني اتأكد انه امر ابديتي وامر علاقتي بالمسيح قد حسن، وفعلا سلمت حياتي بطريقة فيها نوع من التوبة والتبعية والرغبة ان انا اعيش كل الحياة الباقية لصالحه ولصالح مجده. انا كنت بقول امبارح في احدى القنوات الفضائية ان الله بيجهز عروسته زي ما حضرتك بتقول، ويمكن شايف البعض مننا غير مستعد وغير مهيأ، فممكن ربنا يتكلم بصوت او ممكن يكرر الصوت. واستبعد الانسان وليعلم كل بشر ان هو آلة لا يمكن يتحرك
خطوة واحدة إلا احتساب من قبل الله. ممكن ربنا يسمح ويكرر الصوت، لكن لخلاص كثيرين. لأن ربنا يهيأ عروسته. ومن الدلائل دي ممكن نقول إن مجيء المسيح صار على الأبواب. مجيء المسيح صار على الأبواب، وهيبقى ده دافع قوي، دافع قوي لقيام ساقطين، ودافع قوي لتشدد ضعفاء مساكين، ودافع قوي لخلاص كثيرين، ودافع قوي. والرب هيصنع العجب ويزلزل اساسات السجن. مش هقول السجن، يزلزل اساسات مصر. ولننتظر الرب. امين لكل المجد. امين امين يا قدس ابونا. بنشكر قدسك ونقبل الايادي مرة تانية، وفعلا كلمة نحتاجها، يعني بتلقي ظلالها على أبعاد مختلفة روحية وزمنية كالمعتاد. نشكر جناب أبونا مكاري يونان على هذه المداخلة الرائعة.